الخير عليكم. النهاردة هنقدم طريقة القراقيش الصيامي الاقتصادية، اللي هي قراقيش بتاعت زمان، القراقيش الهش، القراقيش الخفيفة اللي هي بتبقى هشة قوي من بره ودايبة من جوه. شايفين؟ بصوا بتتكسر في الايد بسرعة ازاي، عشان هي دايبة وفي نفس الوقت مقرمشة، طعمها زي بتاعت زمان. المرة دي احنا هنعملها صيامي، يعني هنستخدم السمنة النباتية، مش هنستخدم سمنة بلدي عشان احنا في الصيام. او لو حابة تعمليها برضو خفيفة جدا، مش هتحتاجي فيها لا لبن زي ما متعودين، تقدري تشربيها مع نسكافيه مع شاي الصبح. والف هنا. نبتدي نقول المقادير. 3 كوبايات ونص دقيق، انا بنخلهم عشان ادخل الهواء فيهم، هو بالظبط نص كيلو. انا جبتهم وتنخيل دقيق، اي نوع دقيق، دقيق مخبوزات، المهم يكون دقيق شركة انت عارفاه. بجيب معلقتين حمص سمسم محمصين، ونص معلقة كبيرة شمر، ونص معلقة ينسون برضو بحمصهم وبطحنهم خفيف. دي اللي انا حطيتهم. معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر بودرة كبيرة، معلقة نشا. انا حطيت ريحة الكحك تدي طعم حلو قوي للقراقيش. بعد كده ربع معلقة بيكنج باودر صغيرة ورشة ملح. بقلب كل المكونات الجافة مع بعض، بقلبهم كويس عشان يتخللوا جوه الدقيق. انا جبت السمنة الصيامي دي 3/4 كوباية سمنة، سيحتها بقت دافية، ونص كوباية زيت. انا عملت كده عشان انا عايزاها هشة من بره وطرية من جوه. لو انت عايزاها حطيتي الزيت كله هتبقى ناشفة، لو عملتي ميكس ما بين ده وبين ده هتبقى هشة زي ما انا عملتها. بس انا كترت السمنة شوية عشان انا بحبها دايبة شوية من جوه. بقلبها بالمعلقة عشان كانت السمنة سخنة شوية، مش سخنة يعني دافية شوية. بعد كده ببتدي اقلبها، مش بدعكها، لا بقلبها كويس. واول ما احس ان المكونات بتتلم معايا ابتدي ابسها على ايدي زي الكحك ما بنبسه. نفضل نبس فيها كده لمدة 10 دقايق عشان كل المواد الدهنية اللي هي السمنة والزيت الدقيق بالمكونات يشربوها كويس قوي، وتبقى كل السمنة والزيت دخلوا جوه الدقيق وشربوا كويس. افضل اعمل على المواضيع دي لمدة 10 دقايق. بعد كده بجيب كوباية الا ربع مية دافية، مش بحط المية مرة واحدة، ببتدي احط جزء جزء وابتدي الم العجينة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت حبة وببتدي الم من يمين كده والمها وبايديا الاتنين او بايد واحدة على حسب ما تقدري تملكيها. بعد شوية بروح مكملة برضو بقية المية. حتى هوريكوا دلوقتي انا ما حطيتش كل المية، ولما تمسكي العجينة في ايديكي وتدوسي عليها هتلاقيها فيها فتافيت، دي معناها بصوا محتاجة لسه تكملة المية. هكمل بقية المية وافضل برضو الم العجينة بايدي كده اهوت لغاية ما تشرب كل المية، والاقي حتى لونها بيفتح شوية. طبعا هتشم ريحة التوابل الحلوة اللي فيها اللي احنا حاطينها. ما تقلقيش، لمي بس العجينة بايدك. هفضل الم فيها كده، مش هتاخد 3 دقايق او 5 دقايق. اول ما هلم العجينة بايديا كده اهوت هتشوفوا بقى مسامها. بصوا شايف شكلها؟ همسكها حتة في ايديا واوريها لكم مختلفة عن الجزء اللي كان ناقص المية. بص دايبة ازاي في ايدينا. شايفين العجينة خفيفة وسهل ان احنا نشكلها. انا بعد ما بعمل لكم الحركة دي بغطيها ربع ساعة، اسيبها ترتاح شوية. اغطيها ببلاستيك ستريتش او اي كيس واسيبها ربع ساعة. بعد ما بسيبها ترتاح شوية ببتدي اجهز او اشغل الفرن على نار متوسطة، وابتدي اخد جزء من العجينة زي ما انتم شايفين هفردها على رخامة اهي. بصوا سهلة او طرية جدا في الايدين. هفردها رول بسيط خالص. طبعا انتي بتتحكمي في كمية العجينة اللي انتي عايزاها حتة صغيرة، عايزة تعملي رول طويل. انا بحب اعمل كميات صغيرة وابططها بحيث ان انا اخلي سمكها مش كبير ومش رفيع، وسط. هتشوفيني زي ما عملتها. انا بحب القراقيش ما تبقاش كبيرة كده، يعني اقل من الصباع شوية. بعد ما بتبتدي تعمليها رول تبتدي تفردي الرول كده، تبططيه وبالسكينة تقطعي. هتقطعيها كده شرايح صغيرة على حسب ما انتي بتكوني عايزة. بعد كده هو بحطها في صينية مدهونة زيت، اسيبها مش اقل من ساعة ترتاح.
مع الجو الساقع ده تستني على الخميرة انها تقوم في العجين، تستني عليها تغطيها في الصينية وتسيبيها ترتاح. انا كان الجو ساقع سبتها ساعة، لما حسيت ان ايه ابتدت تختمر تاني، وبرصها زي ما انتم شايفين سمكها اهو، بروح رصاها في صينية وادخلها على فرن متوسطة لغاية ما تستوي. طبعا كل واحد عارف الفرن بتاعته بيظبطها ازاي. بصوا القراقيش مع كوباية نسكافيه الصبح بتبقى تحفة، طعمها جميل وخفيفة وهش. اتمنى الوصفة تعجبكم، هستنى تعليقاتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد.